صوم قد شرعه الله عز وجل لهذه الأمة وله فضائل كثيرة، منها ما بينه الله سبحانه وتعالى وجعله من علل تشريعه وهو قوله لعلكم تتقون. فمن فضائله أنه يرشد إلى التقوى ويزيد فيه. ومن فضائل الصوم أنه كذلك من العبادات التي لا يكون فيها الرياء، لأن الإنسان إن صام حقيقة فإنه لا يمكن أن يكون مرائيا، فمن ذا الذي يلزمه بأن يغلق عليه بيته ويدع طعامه وشرابه إلا الإخلاص؟ ولهذا ورد في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي كل عمل ابن آدم له حظ فيه إلا الصوم، فإنه لا يكون إلا خالصا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجزي به. والمقصود بقوله لي أنه لا يطلع عليه إلا الله، أو أن أجره لا تكتبه الملائكة إلى غير ذلك. ومحل الشاهد من الحديث كله هو أن الصوم فضيلة عظيمة اختص الله سبحانه وتعالى بأجرها وجعلها علامة على الإخلاص. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.